زي ما عودنا النادي الاهلي اهل القمه لا يعتلي الا القمه. النادي الاهلي بيتصدر الدوري المصري ب 75 نقطه بعد الفوز والمرور من عقبه الاتحاد السكندري على ملعب استاد برج العرب بنتيجه 2-0. هدف اكتر من رائع لعلي معلول، والهدف الثاني لمحمود كهربا عن طريق بيرسي اللي عمل في الكره كل شيء ممكن تتخيله لحد ما وصاها الكهربا، بسط له الكره خالص وقال له هات جون يا كهربا ليتوج النادي الاهلي بنتيجه اللقاء بنتيجه 2-0. بيعتلي النادي الاهلي صداره الدوري، خلاص النادي الاهلي فاضل له نقطتين ويحسم لقب الدوري. المباراه القادمه للنادي الاهلي ان شاء الله هتبقى مع نادي الزمالك يوم الخميس القادم باذن الله الساعه 8:30 مساء. نتمنى من عشاق النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي يفوز في اللقاء ده ويفوز بالدوري المصري البعيد عن القلعه الحمراء بقاله فتره. دايما عارفين ان بعد كل لقاء كولر بيبقى ليه تصريحات قويه جدا وتصريحات حاده، دايما بينتقد فيها شيء وبيوضح وبيلتمس بعض اخطائه وبعض اعذار خاصه بالكوره وخاصه بالاحداث اللي بتدور اما بالحكام او اما عن طريق اتحاد الكوره بتفصيل المباريات والاحداث المتلاحمه وكل الكلام ده، اما بينتقد بعض خطه وبعض لعيبه ما قامتش بالدور الوظيفي اللي هو قال لهم عليه. بس المره دي عمل حاجه غريبه جدا وحاجه كانت جميله بتوضح لك ان هو اب روحي للعيبه. جمع اللعيبه في وسط الملعب بعد مباراه الاتحاد السكندري وقال لهم هقول لكم مفاجاه دلوقتي، هقول لكم مفاجاه ان انتوا اجازه بكره. اللعيبه فرحت جدا لما لقاهم فرحوا جدا، قال لهم مش اجازه بكره ده انتوا كمان اجازه بعد بكره. قامت اللعيبه شايلاه ورفعها على الاعناق وفرحوا جدا لدرجه ان الكندوس وقعت الجزمه من رجل الكولر، راح واخدها حادفها راحت واقعه على دماغ سامي قمصان. ابرز بقى التصريحات اللي قالها كولر بعد اللقاء كان تصريح قوي جدا وضح مدى المعاناه اللي هو بيعانيها بسبب تلاحم البطولات وتلاحم الاحداث. ابرزها الراجل قال لك ايه؟ قال لك الاهلي خاض موسما طويلا وتحمل الارهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحليه والقاريه. يعني الراجل بمعنى اصح بيفسر لك وبيوضح لك معاناه النادي الاهلي اللي الناس مش شايفاه والناس زعلانه ان بيتم تاجيل للنادي الاهلي مباريات والنادي الاهلي بيتطبل له والكلام ده. بس هو الراجل بيقول لك من الاخر احنا عندنا تلاحم وعندنا ضغط قوي جدا وعندنا سفر خارج مصر وبنيجي مصر طبعا احداث كتير جدا، وفي بعض فرق بنلعبها زي الاتحاد السكندري مثلا بنلعبه في برج العرب، بنلعب اسوان في اسوان، فاحداث كتير جدا وقويه على النادي الاهلي بتمثل ضغط وعبء وارهاق على لعيبه النادي الاهلي. الراجل كمل كلامه وقال لك ايه؟ قال لك لاول مره في تاريخي احقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد. طبعا النادي الاهلي حدث ولا حرج، احنا قلنا قبل كده اللي بيمشي جنب جدران النادي الاهلي بيحصل على بطولات، واهلا بيك يا كولر في قلعه النادي الاهلي. يلا بقى نتكلم عن 6 احداث و6 لقطات كانت في لقاء الاتحاد السكندري وحاجات متعلقه بلقاء الاتحاد السكندري والنادي الاهلي بعد الفوز بنتيجه 2-0. اولهم الدقيقه 8 ضربه جزاء لعلي معلول. علي معلول بصراحه بالتخصص، علي معلول من ضمن الاهداف اللي احرزها من ضربات الجزاء احرزها هدف في ريال مدريد طبعا في كاس العالم للانديه. علي معلول خلاص بقى متخصص ضربات جزاء من ضمن اللعيبه اللي بيعتمد عليها كولر في جزئيه ضربات الجزاء. تاني حاجه هنتكلم فيها الهدف في الدقيقه 14 عن طريق محمود كهربا. لما تيجي تسمع تقول محمود كهربا احرز هدف طبعا هتسقف وتفرح وكلام من ده، بس لو رجعت كده لورا شويه واتاكدت مين صاحب صناعه الهدف هو بيرسي تاو. بيرسي تاو لو ركزنا على الكوره هنلاقي لعيب الاتحاد السكندري بيلعب الكوره الاوت، بيرسي تاو ما سابش اللعيب يستلم الكوره بكل سهوله، ضغط عليه وخد الكوره ولعبها الكهربا متقشره بمعنى اصح. بيرسي تاو بيأدي اداء اكتر من هايل، اداؤه الدفاعي جميل جدا، يعني على الرغم ان هو انتفاضه او بركان او طور هايج بمعنى اصح للامام، دفعه قويه جدا للامام عند الهجوم، بس الراجل مع كل كره مشاكس وما يقدرش يبعد الكره عنه. معظم اللعيبه كانت بتلعب المباراه وهي خايفه لان عندها انذار، ولو جالها انذار تاني عندها بمعنى اصح انذارين، ولو جالهم انذار ثالث خلاص هيبعد عن لقاء القمه. فدي كانت حاجه وحشه جدا، بعض اللعيبه كانت مضغوطه في اللقاء وما كانش ينفع ان تاخد الانذار الثاني او الانذار الثالث، هيبعدها خالص عن لقاء القمه بتاع الزمالك. فدي من الحاجات الوحشه. ليه؟ اللعيب بيلعب مضغوط ناتج ان الاتحاد السكندري طبعا ماتش قوي وماتش مهم جدا، وماتش لو النادي الاهلي فاز وهيلاعب الزمالك نقطتين فقط ياخد الدوري، وطبعا كولر ما بيحسسش على اي لعيبه، اللعيبه اللي هيخطأ هيبعدوا عن القائمه، فاللعيبه دايما مشدوده، فكمان شده اللعيبه كانت في الانذارات، كانت حاجه رخمه جدا في اللقاء النهارده. رابع حاجه هنتكلم عنها هي تحديدا ان الانذارين الوحيدين اللي النادي الاهلي خدهم هو كان لربيعه وبيرسي تاو. الحمد لله ان ما جاش لاي لعيب ثاني من اللي هم عندهم مشكله في موضوع الانذارات ان هو يبعد عن اللقاء. خامس حاجه هنتكلم فيها هي الاجازه اللي احنا وضحناها لكم، عشان تبقى عارف النادي الاهلي خد اجازه يومين بعد اللقاء. طبعا اللعيبه فرحت وكل حاجه، لازم تبقى عارف نقطه مهمه جدا، اللعيبه بقى لها اكتر من 4 اسابيع او 3 اسابيع ما خدتش اجازه، وده بيدل لك شخصيه كولر الصارمه والقويه جدا. لما الراجل يسيطر على اللعيبه ويخليها ما تاجزش خالص
واللعيبه يكونوا على الرضا، وتلاقي دايما اللعيبه بشوشه وفرحانه وبتهزر مع بعض، تعرف ان الراجل ده عامل حاله كويسه جدا وسط لعيبه النادي الاهلي. اخر حاجه او العنصر السادس هو ان النادي الاهلي لعب 11 لقاء في الدوري الممتاز ما دخلش فيه هدف. متخيل النادي الاهلي فاضل له 3 لقاءات لو فازهم وكمان ما دخلش فيه اهداف هيبقى بمعنى اصح تخطى نفسه، لانه النادي الاهلي عملها مرتين قبل كده تحديدا مع الطقم بتاع الحضري والرجاله الهايله اللي هو كابتن محمد ابو تريكه ووائل جمعه. الفتره دي النادي الاهلي ساعتها حطم رقم قياسي اللي هو تحديدا 13 مباراه كلين شيت بدون دخول اي اهداف في النادي الاهلي. النادي الاهلي هيحطم الرقم ده ان شاء الله لو فاز بالثلاث مباريات القادمه اللي هم تحديدا هيبقى لقاء الزمالك وعندك لقاء المقاولين ولقاء الحرس، نتمنى ان شاء الله. طبعا بقى اللعيبه بقى او الحراس، لو احنا جينا بصينا على الحراس اللي حامت عينين النادي الاهلي خلال 11 مباراه دول 8 مباريات للشناوي ومباراتين لعلي لطفي ومباراه مناصفه بين علي لطفي ومصطفى شوبير. برضو من الحاجات العجيبه والحاجات الرهيبه والقويه اللي بتوضح لك ان كولر ده راجل خططي وديناميكي وتكتيكي على طراز عالي جدا، ما ينفعش نتغاضى عن موضوع زي ده اللي هو تدوير اللعيبه. كولر عنده حاجه جميله جدا اللي هو بمعنى اصح ال 30 لاعب المقيدين والمسجلين عندي، بل الناشئين هلاعب الكل ليه دور والكل ليه مساهمه ولازم يكون موجود في لحظه من اللحظات. تعال ركز كده في مباراه الاتحاد السكندري لعب فيها مين؟ لعب فيها لعيبه ما كانتش موجوده في التشكيل الاساسي والقوام الاساسي. مباراه فيوتشر لعيبه ثانيه خالص اتبدلت مكان لعيبه، هم مين بقى؟ اولهم تحديدا هو محمد هاني بدل خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح لعب مباراه فيوتشر وبدا نزل محمد هاني عليه، بعد كده ياسر ابراهيم بدل ربيعه، بعد كده كهربا بدل محمد شريف، بعد كده القندوس وفخري. من الامور المهمه بقى واللي احنا عارفينها ان كره القدم اجمل حاجه فيها هي الجماهير، فمعنى ان انت تحرم الجماهير من حضور المباريات ده امر صعب جدا. جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وبيحب الاستاد وبيحب يتابع اللقاءات، دايما الجمهور بيبقى عامل رئيسي جدا بالنسبه للقاءات. انا واحد من الناس ما اتمناش ان اي فريق يتحرم من جمهوره. ليه؟ مباراه القمه اللي جايه نتمنى تكون بجماهير، ليه ما تكونش بجماهير؟ عندنا مستوى عالي جدا من التامين، عندنا دوله كويسه، الدوله بتاعتنا بقت افضل من الاول بكتير، في احداث كتير جدا ومقاومات تجعلك ان انت لا تؤمن بان انت تقدر تشكل وتقدر ترتب وتقدر توضح وتنظم وتعمل كل حاجه جميله بحيث ان الجماهير تبقى موجوده. بس طلع لنا محامي النادي الاهلي ووضح ايه؟ وضح للجنه النادي الاهلي ووضح لمجلس الاداره ان لازم الناس تراجع جزئيه عدم او حظر دخول الجماهير المدرجات في الدوري الممتاز. طبعا ده ملف موجود واتحاد الكوره ولجنه الانضباط او كلام من ده ماشيين في الاجراءات الخاصه بكده، بس النادي الاهلي للاسف ساكت الفتره دي، فالمحامي نبههم لا لازم تعترضوا. معناه ان انت ساكت عن ومتغاضي عن حظر دخول الجماهير الاستاد فانت كده موافق على الموضوع ده. ما اعتقدش ان اداره النادي الاهلي موافقه على الكلام ده، فبرافو ان المحامي الخاص بالنادي الاهلي نبههم ان لازم الناس تشوف الموضوع ده. ما ينفعش نبقى ساكتين، ما ينفعش نبقى ساكتين على التحكيم اللي بيعمله معانا، ما ينفعش نبقى ساكتين على اتحاد الكوره والمواقف بتاعته الغريبه تجاه النادي الاهلي، ما ينفعش نبقى ساكتين قدام الاعلام. وبرده دي قضيه مهمه جدا اللي هي جماهير في الاستاد، الجماهير هم عصب الاستاد وعصب الفرقه. الجماهير لما تواجدت مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا ادت له دفعه للامام، الجماهير دي لو ما كانتش موجوده عمر النادي الاهلي ما كان هيوصل للمكانه اللي هو فيها دي. من اجمل اللقاءات اللي النادي الاهلي منتظرها هو لقاء السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري تحديدا. كان متقال ان المباراه هتتلعب في السعوديه وكمان تم ايضاح انها هتتلعب في منتصف شهر اغسطس. طلع عن الاتحاد الافريقي ببيان جديد خالص قال لك سيتم تاجيل لقاء السوبر الافريقي اليوم 1 سبتمبر القادم ان شاء الله، وكمان المباراه هتتلعب على استاد القاهره. نعم ايوه استاد القاهره زي ما سمعت كده، يعني النادي الاهلي هيلعب السوبر الافريقي في استاد القاهره. ليه بقى النادي الاهلي هيلعب في استاد القاهره؟ قال لك النادي الاهلي هيلعب في استاد القاهره لان هو صاحب لقب دوري ابطال افريقيا اللي هو اعلى درجه من دوري الكونفدراليه الخاص بافريقيا، فعشان كده النادي الاهلي هيلعب المباراه بتاعته تحديدا في القاهره. لو رجعنا بقى بالزمن النادي الاهلي لعب قبل كده فريق جزائري تحديدا في نهائي اللي هو تحديدا السوبر الافريقي. لعب فين بقى؟ لعب على ملعب الجزائر مع مين؟ مع فريق وفاق سطيف تحديدا سنه كام؟ سنه 2015، وساعتها خسرنا البطوله دي، تعادلنا 0-0 في اللقاء وخسرنا بضربات الجزاء. بس ساعتها النادي الاهلي كان بيأدي اداء كويس جدا، دي من ضمن البطولات. عشان ممكن يطلع علينا حد من الفتره دي او يتكلم ويقول لك النادي الاهلي ايه ده الاتحاد الافريقي بيطبل له وكمان هيلعبوا المباراه في القاهره. لا، احب اقول لك ان في 2015 الاهلي لعب وفاق سطيف وخسر من وفاق سطيف بضربات الجزاء في السوبر الافريقي تحديدا في الجزائر. جينا بقى لاخر حاجه معانا في حلقه النهارده، هي حقيقه انتقال بعض اللعيبه الخاصه بالنادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي لفريق زد. طبعا اللي احنا عارفينه الفتره اللي فاتت دي تم ايضاح ان علي لطفي مضى لنادي زد اللي هو الصاعد حديثا من دوري الدرجه الثانيه، ودي من الاخبار اللي ما حدش يقدر يصدقها وما حدش يقدر يتكلم فيها. ليه؟
لان حاليا دلوقتي كولر قافل على الفرقه، والفرقه كلها بتتكلمش الا على الاحداث الخاصه بمباراه الزمالك القادمه. والنادي الاهلي ما بيتكلمش عن خروج لعيب من عنده، لان النادي الاهلي بيتكلم على انه يجيب لعيب، لان عنده لعيبه محترفه كتير هيتم تبديلها، وعنده لعيبه خلاص احنا عارفين انها خرجت وهيجي مكانها. لكن فكره علي لطفي ده ما كانش شيء يتكلم عنه، او ما كانش حدث الناس بتتكلم عنه، او ما حدش يعرف ان علي لطفي اصلا هيمشي والنادي الاهلي هيعمل تغيير في حراس المرمى. بس اللي احنا عارفينه دلوقتي بعد تألق حمزه علاء مع منتخب الاولمبي، وكمان يعتبر مصطفى شوبير، والشناوي خلاص عرفنا ان الشناوي قاعد في النادي الاهلي، وادى كلمه للكابتن محمود الخطيب ومش هيتنقل لاي نادي سعودي، وخلاص الشناوي باقي في النادي الاهلي. ففي اللحظه دي خلاص ممكن تشك وتقول ده ممكن يكون نادي زد وقع فعلا مع علي لطفي. بس الحقيقه الامر هو الراجل ما وقعش معاه، فعلا في عرض جاي مقدم من نادي تحديدا زد اللي هو الصاعد حديثا من دوري الدرجه الثانيه، تحيه للنادي الاهلي، بيطالب فيه بضم علي لطفي. النادي الاهلي عمل ايه؟ لجنه التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي خدت الملف ده ادته تحديدا لكابتن كولر، قالوا له اتفضل دي في جاي عرض لعلي لطفي تحديدا من نادي زد. الراجل خد الملف وخلى الملف معاه، طبعا مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي عارف ان الملف معاه، بس الراجل قال لهم انا مش هرد على الملف ده بعد لقاء الزمالك ان شاء الله، وبعد ما ناخد الدوري ونتاكد ان احنا خدنا الدوري، ساعتها هقرر مين يمشي ومين يجي ومين يقعد، وتخلصوا لنا القصه دي. وللتوضيح اكتر عشان تبقى عارف، فعلا نادي زد باعت عروض للنادي الاهلي، عروض كتير جدا، بس العروض دي لو جيت تجمعها هتلاقي ان نادي زد باعت 7 عروض للنادي الاهلي، من ضمنهم طبعا علي لطفي، يعني في 6 لعيبه معروض ان هي تروح للنادي زد تحديدا اللي هو الصاعد من دوري الدرجه الثانيه. 6 لعيبه دول يعتبر منهم 3 تحديدا من الفريق الاول و3 من فريق الناشئين، غير علي لطفي اللي هو السابع، يبقى 4 من الفريق الاول وتحديدا 3 من فريق الشباب. 150 مليون جنيه مصري ضخينهم عشان يجيبوا ال7 لعيبه الخاصين بالنادي الاهلي. ما اعتقدش النادي الاهلي هيفرط في ال7 لعيبه كده، 7 لعيبه يفرط فيهم للنادي زد، بس النادي الاهلي طبعا كولر ليه الكلمه الاولى والاخيره، هو الراجل اللي هيفصل في حقيقه الامر، وهيقول مين اللي يمشي من القلعه الحمراء ومين اللي يجي. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى عشاق النادي الاهلي يكونوا انبسطوا في الحلقه بتاعتنا النهارده، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجي كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.